السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناتكم الصندوق الأسود. النهاردة معانا واحدة من أبشع وأغرب القضايا اللي هزت الأردن، قضية مليانة أسرار، خيانة وجريمة بشعة وسفاح محدش كان يتخيل إنه يعيش وسط الناس بالشكل ده. خلينا نبدأ الحكاية من الأول. في سنة 2011 في مدينة جرش في الأردن كان في راجل فتح مكتب هندسي في عمارة مليانة مكاتب وعيادات. المكتب اتجهز بكل حاجة، ما كانش ناقص غير تركيب الدش. العامل طلع على السطح علشان يركب الطبق، لكن لقي باب الروف مقفول بسلسلة وقفل كبير. كانت غريبة لأن الباب ده عمره ما كان بيتقفل. العامل رجع لمالك المكتب واللي اتصل بصاحب العمارة، وصاحب العمارة استغرب وقال أنا ما قفلتوش. فقال للعامل اكسر القفل وركب الدش. وأول ما العامل كسر القفل وفتح السطح اتصدم. زبالة مرمية في كل مكان، ريحة غريبة جدا، ورغم ان السطح مفتوح الريحة كانت خانقة. قال العامل يمكن قطة أو كلب ميت، لكن وهو بتفحص المكان وصل لخزان مية كبير. فتح الغطا ولما بص جوه لقى جثة بنت محطوطة في كيس ومرمية جواه. العامل جري مرعوب لصاحب المكتب وهو بيصرخ في جريمة قتل، في بنت مقتولة جوه خزان المية. اتصلوا بالشرطة والطب الشرعي جه بسرعة وطلعوا الجثة. الجثة كانت متحللة جزئيا، لبسها مبلول لكن مش مية. المعمل الجنائي أكد ان اللبس غرقان بالأحماض والمواد الكيميائية الحارقة. سبب الوفاة صدمة عصبية حادة من التعذيب بالأحماض. مين البنت دي وليه اتقتلت بالطريقة البشعة دي؟ هنا بدأت الشرطة رحلة البحث عن الحقيقة. الضحية كانت آيات، بنت في أوائل العشرينات، بتدرس تمريض من عيلة بسيطة بتحاول تساعد أهلها. كانت شغالة في عيادة دكتور مشهور اسمه طارق الشريف. في الأول اشتغلت ممرضة تساعده، لكنها ما كانتش تعرف إن الدكتور ده مشغلها لغرض تاني. طارق استغلها واعتدى عليها. آيات راحت منهارة لأهلها وأهلها بلغوا الشرطة، لكن المفاجأة إنهم اكتشفوا إن دي مش أول مرة، ده عنده فوق 15 محضر بنفس النوع ومعارفه كانوا بيقفلوها له. الموضوع اتغطى واتجوز آيات عشان يسكت القضية، لكن بعد الجواز بدأت حياته معاها جحيم. بقى يشك فيها ويضربها ويهينها لحد ما قرر يتخلص منها نهائي. في يوم 2011 اتصل بوالدها وقال له آيات خرجت من عندي من العيادة من بدري، ما وصلتش عندكم؟ الأب استغرب، وبعد ساعات آيات اختفت تماما. 28 يوم كاملين محدش عارف هي فين، لحد ما لقوا جثتها في الخزان فوق عيادة طارق. الشرطة شكت فورا في طارق، لكن اللي كشف كل حاجة كانت الممرضة اللي شغالة في العيادة، وكمان يوسف سكرتير طارق. يوسف قال هي اتغدت معانا يومها، بس بعدين الدكتور مشاني بدري عن معادي. لما رجعت تاني يوم لقيته بيطلع حاجات على السطح وقفل الباب بقفل جديد، وقال لي لو اي حد سأل قول انها مشيت الساعة 1. يوسف انهار قدام الشرطة وقال هو اللي قتلها وحطها في الخزان، وبالفعل اتقبض على طارق واعترف بجريمته. لكن الصدمة الأكبر لسه ما جاتش. أخبار الجريمة انتشرت في الأردن كلها لدرجة إن في عيلة تانية راحت للشرطة وقالت إحنا بنتنا مختفية من 2006، وكنا شاكين في دكتور طارق لأنه كان جوزها. وبالفعل لما الشرطة سألت يوسف قال أيوة طارق قتلها ورماها في بير في بيت قديم. ولما راحوا هناك لقوا جثة مراته التانية نادية. وبكده اتضح ان الدكتور طارق الشريف مش مجرد قاتل، ده سفاح متسلسل. ورغم انه دكتور اسنان ناجح عنده عيادة وسمعة، كان يخفي وراه وش تاني مظلم مليان خيانة ودم. القضية دي يا جماعة بتعلمنا ان مش كل اللي يبان ناجح ومحترم قدام الناس بيكون هو فعلا كده. ممكن يخبي وراه اسرار مظلمة
محدش يتخيلها. وخلي بالك، الشر ساعات بيتغطى بلبس شيك وابتسامة بريئة، لكن جواه وحش ما بيرحمش. لو عجبكم الفيديو متنسوش تدعمونا بلايك والاشتراك، وتقولوا رأيكم في التعليقات، واستنونا في قصة جديدة من قصص الصندوق الأسود. مع السلامة.